أهلا بيكم متابعينا مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوف. بتبدأ قصتنا مع أنيسة وبترا وهم رايحين يخلصوا أوراق زواجهم، لكن الموظف لاحظ إن سنهم صغير على الزواج فسألهم عن عمرهم، واتضح إن أنيسة عمرها 18 سنة ولسه في المدرسة الثانوية، أما بترا عنده 20 سنة وبيدرس في الجامعة. لذلك الموظف جاله فضول عن سبب إصرارهم على الزواج، فسألهم مين اللي طلب منهم يتجوزوا. فأنيسة قالت إن أبوها عايزها تتجوز، أما بطرة قال إن القرار منه. الموظف لاحظ إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن الزواج، لذلك قال لهم إن من شروط الزواج إنكم تكونوا مسلمين والعريس ما يكونش من المحارم، ولازم الزواج يتم في وجود وصي صالح، والزواج لا يصلح أثناء فريضة الحج الكبرى أو الصغرى. وأخيرا وليس آخرا، إن الزوجين ما يكونش حد فيهم مجبر على الزواج ده. الموظف حس بالريبة، لذلك سألهم يعرفوا بعض منين، فاتضح إن بطرة واقع في حب إلهام وكان متابع حسابها على الانستجرام. وبما إن أبو أنيسة أستاذ إلهام كاتب معروف، فكان بطرة بيحضر كل ندواته، وفي مرة من المرات إلهام قال إنه بيشجع الزواج المبكر وعرض بنته على الحاضرين، وقال إن لو في حد مناسب معجب بيها هو مش هيمانع ده أبدا. لذلك بطرة تقدم لها وأستاذ إلهام وافق عليه. أنيسة بنت متفوقة جدا، مش في دراستها بس في الرياضة كمان، وأمها متوفية لذلك أبوها هو مثلها الأعلى وجدتها هي اللي مربياها. بدأ الكل يحضر للزفاف، وأثناء النزور جدة أنيسة قامت بكل غضب وقالت إن الزواج ده باطل، لكن كملوا النزور بموافقة إلهام وأصبحت أنيسة زوجة بطر. الجدة كانت رافضة إن أنيسة تروح على أوضة بطرة، لذلك فضلت جنبها لحد ما نامت، وبعدها راحت على أوضة زوجها. مر 3 شهور على الزواج وأنيسة أصبحت حامل. بما إن بطرة بيشتغل عشان يعرف يصرف على زوجته، إلهام والدها هو اللي راح معاها للدكتورة عشان يطمنوا. أنيسة لما رجعت هي وأبوها، بودرة كان وصل من الشغل وعرف بحملها والكل كان فرحان إلا جدتها، وطلبت منها إنها تبيضه، لكن أنيسة اتضايقت وزعقت لجدتها على كل تصرفاتها الأيام اللي فاتت. بس الجد قالت إن زواجها باطل والطفل غير شرعي، وده لأن إلهام مش هو الوصي الشرعي عليها. الجدة توفت من الحزن، وفي الوقت ده كانت ماسكة سلسلة في ايديها، وأنيسة لما أخدتها شافت فيها صورة واحدة ست، فاستنتجت إن دي أمها وأهلها اتبنوها. ولما سألت أبوها مردش وفضل الصمت. أنيسة كانت دايما بتصلي وتدعي ربنا إنه يوصلها للحقيقة، وبالرغم من كده كانت بتعامل أبوها بشكل طبيعي. إلهام جاله فجأة شغل في مدينة تانية، وقبل ما يمشي قال لأنيسة إنها أهم حاجة في حياته كان عايش عشانها، فابتسمت له لكن من جواها هي متضايقة. أنيسة قالت لصحابها عن اللي حصل، فقالوا لها عشان كده جدتك كانت بتخاف عليكي زيادة عن اللزوم، وحذروها إن زواجها فعلا ممكن يكون باطل، بالأخص بعد الكلام اللي قالته الجدة في الزفاف. ليتا صاحبتها قالت إن في درس الفقه سمعت الشيخ بيقول إن من شروط الزواج حسب الشريعة الإسلامية إن الوصي عليكي يكون أبوكي، ولو الأب مش موجود يبقى أي حد موثوق فيه من طرف الأم. بما إن واضح إن أنيسة متبناه يبقى زواجها فعلا باطل. بما إن أنيسة مشهورة على إنستجرام، انتشرت إشاعة عنها وهي إن زواجها باطل وابنها غير شرعي، وده حسسها بالشك والحزن. لذلك طلبت من بطرة إنه ما يلمسهاش لأنه دلوقتي من المحارم، وقالت له لو عايز يخلي زواجهم صحيح يبقى يدور معاها على أبوها وأمها الحقيقيين. بطر مصدوم من كلامها ومش مقتنع وواخده باستهتار، لكن أنيسة كانت مصرة، وبطريقة ما أنيسة عرفت مكان قرية أمها وراحت تدور عليها، وبعد رحلة طويلة من البحث معرفوش يلاقوها. الدنيا ليلت وراحوا على فندق، وبرضه أنيسة رافضة الاختلاط وخلت بطرة ينام على الكنبة، بس قالها إن زوجها إزاي تسيبه ينام على الكنبة كده. قالت له إن الاختلاط ممنوع والأوضاع هترجع زي الأول لما تلاقي أهلها الحقيقيين ويعيدوا الزواج. الصبح كملوا رحلة البحث، وفي أثناء ده في شاب غريب كان بيراقبهم، ولما لاحظ إن بطرة بعيد عن أنيسة قرب منها وقال لها إنه يعرف الست اللي في الصورة، ولو عايزة تعرف معلومات أكتر ممكن تجيله لوحدها بالليل في البيت اللي على التل. أنيسة استنت لما بطرة نام وراحت للشاب، وفجأة دخل عليهم شخص وكأنه مهم، وقال لها إن الست اللي في الصورة اسمها ريندا وبتشتغل راقصة شعبية، وقال لها عن مكانها في اللحظة دي. بطرة كان ماشي وراها ودخل أخدها. أنيسة راحت لريندا وكانت فعلا راقصة، وبدأت تمشي وراها هي وبطرة لحد ما عرفت مكان بيتها من غير ما تكلمها أو تقرب حتى منها. والصبح كلمت صحابها عشان يجوا يساعدوها ويعملوا نفسهم طلاب في الجامعة، وإنهم عايزين يعملوا دراسة عن الرقصات الشعبية. أنيسة وصحابها وبطرة وصلوا بيت ريندا وقالوا لها إنهم عايزين يتعلموا الرقص بسبب دراستهم. فبكل تهور بطرة سألها هو أنتي ريندا؟ بس الغريب إنها أنكرت وطلبت منهم يمشوا. أنيسة ما اكتفتش بكده وراحوا لدروس الرقص بتاعتها واستنوها، لكن فجأة الدنيا مطرت وأنيسة شبه اتوسرت لها عشان تعلمها الرقص، لكن برضه رفضت، وفجأة حست بوجع وأغمى عليها. فبطرة شالها ودخلها بيت ريندا. ريندا من الطبيعي إنها تسأل عن سبب اللي حصل لأنيسة، فليتا قالت إنها حامل وزوجها طلع شخص سيء وسابها وتخلى عنها، وكل ده بطرة مبهور من كدب ليتا اللي ملوش مبرر.
أنيسة صحت وريندا كانت لطيفة جدا معاها وقررت إنها هتعلمهم الرقص وكمان هيعيشوا الفترة دي معاها في البيت. إلهام من وقت للتاني كان بيكلم أنيسة يطمن عليها، فقالت له إنها بتتعلم الرقص والسيدة اللي بتعلمهم لطيفة جدا ومحسساها إنها في بيتها. ريندا وهي بتطبخ قالت لأنيسة إن كان عندها بنت وماتت ولو كانت عايشة كانت هتبقى في نفس سنها. أنيسة أصرت تسأل ريندا عن زوجها فقالت لها القصة كاملة وإن بنتها الميتة كانت غير شرعية. بالرغم من كده هي ما اهتمتش بكلام الناس وكانت مقررة إنها تتوب عشان تربي بنتها، لكن القدر كان ليه رأي تاني والبنت توفت بعد الولادة وأبوها اختفى من يومها. أنيسة بقت محتارة، ريندا أمها ولا لأ؟ فبطرة قال لها إنه سأل أهل القرية وكل واحد فيهم كان عنده قصة شكل، وهي إن بنت ريندا ماتت فعلا والقصة التانية إن الأب خطف بنته واختفى. ريندا كانت فاتحة انستجرام أنيسة وشافت صور أبوها وكانت مصدومة، واتضح إن إلهام وريندا كانوا بيحبوا بعض وريندا أصبحت حامل، لكن إلهام قرر إنه يتجوزها بعد الولادة، بس لما قال لأبوه رفض وقال له إنه لو اتجوز البنت دي هيطرده من البيت. لذلك بعد ولادة ريندا إلهام خطف البنت ودفع للدكتور عشان يقول إن الطفلة ماتت. اللي أكد لريندا الموضوع إنها سمعت أنيسة بتغني نفس الأغنية اللي كانت بتغنيها وهي حامل فيها، وده لأن جدتها كانت بترددها طول الوقت قدامها. ريندا اتأكدت إن أنيسة بنتها فقالت لها الحقيقة وسافروا على جاكرتا عشان يواجهوا إلهام باللي حصل، وكانت صدمة كبيرة ليه لما شاف ريندا تاني. إلهام مقالش كلمة واحدة لكن أنيسة ما سكتتش وسألته كدب عليها ليه، بالرغم من إنها طول الوقت تسمع كلامه بدون نقاش، واتطورت الكدبة معاه لحد ما اتجوزت وبقت حامل. وفجأة أنيسة تعبت ونقلوها على المستشفى. إلهام راح للشيخ يسأله إذا كان زواج بنته صحيح أو لأ، فالشيخ قال إن الطفل لو اتولد خارج إطار الزواج الأب يفقد الحق في إنه يكون واصي عليه. أنيسة بقت كويسة وقررت تعيد زواجها، وفي اللحظة دي دخل عليها أبوها عشان يعتذر منها ويقول إنه كان عايز يكون أب صالح ليها بس ما عرفش، وطلب السماح من ريندا وقال لها إنه كان عاجز وما قدرش يعمل حاجة بعد ما أبوه رفض زواجهم. أنيسة رفضت تسامحه، لكن بعد ما تم زواجها للمرة التانية بالطريقة الصحيحة حست إن ملهاش حق تتعامل مع أبوها بالطريقة دي، وأمها قالت لها ما تخليش الغضب يسيطر عليكي. أنيسة سامحت أبوها وقالت له إن الغضب عماها وخلاها تنسى كل الحاجات اللي عملها عشانها، وانتهت قصة أنيسة وهي مسامحة أبوها وزواجها أصبح صحيح. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده. Beni meğerse bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan. Sahiden doğruymuş söylenenlerde bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden hiçmişim nazarından. Öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. Sahiden doğruymuş söylenenlerde bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden hiçmişim nazarından. Öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni,
acısınca